فين كاينه الطريق؟ سؤال بلا جواب. الدم في التراب وقلوب بلا عتاب. تضحية نار والجرح كتاب، وحكاية بلا صوت مكتوب فوقها العذاب. فوق سما الليل حكاية بدات، في قلب الظلام أسرار دفنات. حلم على كتف الريح ضاعت الأوقات، فوق جبال الصبر الدموع سالات. في قلب هاد العيش هاد المعاناة، ألم هوات وسكات. عاوتاني غنفيق على الصداع ديال المولجافيل والغوات ديال الدراري الصغار راجعين من المدرسة. كيف كل نهار كنحل عيني وكنبقى نشوف في السقف وانا ما عارف حتى شنو واقع. حيت كيخصني واحد 3 دقائق غير باش نستوعب بلي راني فقت وغادي نعاود نمت السيناريو ديال كل نهار. السيناريو اللي طلع ليا في راسي بقوة ما كيتعاود. كنفيق كنهز عليا المونطا ديال مازافيل تقول راه حنا في شهر واحد، ولكن خوكم مستحيل ينحسب لقطة واخا نكونوا في شهر 8. موراها كنمشي ديريكت للطواليت كنغسل وجهي، كنحك سناني وكنمشي ديريكت للكوزينة نفطر. مع دخل هاد الكوزينة كتستقبلني الوالدة بنفس الجملة ديال كل نهار، واللي هي تبارك الله على مولاي السلطان يلاه فايق، واش في خبارك راه 12 ونص هادي. كندير راسي بحال ما سمعتهاش وكنجلس باش نفطر الفطور ديال كل نهار، واللي هو الخبز السخون اللي يلاه خارج من الفران والمعجون باليدين ديال الوالده، زويته بلديه واتاي اللي كيشيط على خوتي الصباح فاش كيمشيو للمدرسه. في هاد الوقيته كتكون الوالده كتنقي خضره باش توجد الغدا. كنهز فطوري وكنمشي ديريكت للبيت اللي خليته مرول. كنجمع الفراش، كنحل الشرجم وكنجلس نفطر على انغام هاد الاوركسترا. كنسالي كنخلي داكشي باش فطرت بلاصتو وكنوض ديريكت عند عشيري امين اللي كنلقاه ديما غير في الدار، ما عمرو خرج لبرا. مع الدقه كنسمع وتدخل صاحبي. كنحل الباب وكندخل عنده البيت اللي كله عامر خيوطه وكابلات تقول كيصنع النواوي. كيعطيني كرسي علاش نريح وكيقول لي ضرب لي على هاد خيتي راه تحت على البارح في تيندر ومزيانه. قالت لي راه بنت كازا وراه درت باش نتلاقى انا وياها في كافي اريج. مسخوط الوالدين هاد امين ديما كيدير مع البنات في شي بلاصه، ولكن عمرو خرج يتلاقى مع شي وحده، ديما كيخليهم منشورين. امين هو داك عشيرك اللي كتكون داير معاه في شي بلاصه وفاش كتوصل لوقيته وكتمشي للبلاصه اللي اتفقتوا عليها وما كتلقاهش كتصوني ليه كيقول لك واني حداك اصاحبي هاني كنشوفك، هو باقي جابد عليها. امين عنده خبره في هادشي ديال البروغراماسيون، داكشي ديال الانفورماتيك. من النهار اللي شرا ليه با واحد البيسي بخرشاش فاش كان صغير، هو مخشي غير في هاد العالم. حتى ولا كيصاوب دي بروغرام ودي لوجيسيال وفين يبانو قدامهم ديال بيل غيتس. هادشي كامل وهو يلاه باقي في عمرو 22 عام. كنجلس معاه واحد ساعه 3 ساعتين وكنخرج في حالي. وقبل ما نخرج من عنده كنشوف فيه ديك الشوفه ديال شي واحد طالب العفو، الشوفه اللي كل مره كنستعملها فاش كنكون زاوي والجيب خاوي. كيشوف فيا حتى هو وكيفهمني بلا ما نهضر. كيلوح ليا شي بركه وكنخرج من عنده نيشان قاصد الساكه ديال با علي. كنلوح ليه واحد 10 دراهم وكنقول ليه كيف ديما. كيجمع ليا واحد 8 غولواز، 2 نيبرو وواحد كلوريتس في واحد الورقه دوك ديال الزبده غتكون عرفتهم. كنديرهم في الجيب ديال الجاكيطه وكنمشي لواحد القنت بعيد على نضار بنادم. كنتكيف واحد 2 وكنرجع في حالي للدار. وبين ما تكيفت هاد 2 كوارو غنعاود لكم قصتي مع البليه وكيفاش حتى التبليت. هادشي بدا في يامة الليسي فاش كنت تعرفت على شي دراري واللي هما عبيقه، فتيله، قميحه وموراد. هاد الدراري كتقرا سميتهم الله يقربل. ديك الساعه كنت في عمري 17 عام وكنت باقي يلاه كنقرا في السانكيام. من مور ما تعرفت عليهم ولينا كنمشيو مجموعين واخا هما كاملين كبر مني بواحد 2 عام هكاك.
ولكن واخا هكاك ما كنتش كنحس بديك لا ديفيرونس في لاج، حيت كنا تقريبا بحال في العقليه. كنا كنعمروا في البيار ديال با الشاوي، وكنت كنشوفهم كيتكيفوا وانا لا، وحسيت بواحد النقص. وليت كنزعم وكنجيب كاع الروات وكنمشي نبعد على الدار وكنتكيفهم على خاطري، حتى وليت متمرس وتأقلمت معاهم. وليت كنكمي حداهم كاع ديك اللعبه ديال راه بحالي بحالكم. المهم نرجعوا للبيار ديال با الشاوي، فين كنا كنقصروا بياسات وكنتكيفوا جوانات، وموراها كندخلوا مبوقين عند البروف ديال الماط اللي ما كانش كيحمل فينا الشعره، وديما كيخرجنا على ابسط الحوايج، حيت السمعه ديالنا ما كانتش كتشفع علينا باش نبقاو. حيت كنا حنا هما دوك المكارب ديال القسم، دوك اللي كيريحوا اللور وكيبداو يحكوا خنيزه ولا كيعمروا الطاولات بالمداد، باش الا ريحتي فيهم تبقى فيك الاماره ديالنا. واحد النهار جيت داخل الدار، بدلت حوايجي للمدرسه وعطيتهم للوالده تصب لهم، ولكن حتى لدابا ما رديتش البال بلي راه باقي عندي واحد الجوان في الجيب اللوراني ديال السروال وباكيه ديال النيبرو في الجاكيطه. والوالده فيها واحد القضيه، وهي انها قبل ما تصبن اي سروال ولا اي جاكيطه كتقلب ليهم الجياد. ايوا دابا راه الخبار في راسكم. الحاصل عيطات لي الوالده للبيت وحطاتني بوجهي قدام داكشي، وما لقيت ما نقول، واخا عييت ما نكر. الوالده دارت معايا واحد البلان زوين، وهي انها غتستر عليا قدام الوالد، ولكن بشرط ما نقربش باقي لهذا الشيء ونبعد عليه في خطره. طمنتها، بس ليها على راسها وقلت لها ارتاحي الوالده، هادي والتوبه ما باقيش نقرب لهذا الشيء. ولكن لا حياه لمن تنادي. مع خرجت من الدار، الدوره الاولى شعلت فيها كارو باش ننسى هذا البلان اللي وقع. الصراحه البليه هي اخيب حاجه تقدر توقع للانسان في حياته، والخيوبيه ديالها كتجسد في انك عارف بلي راه الكارو خايب وغير كيهلك لك في صحتك، ولكن في نفس الوقت ما قادرش تحيده، وكتحس براسك مكتف من كاع الجوايه. شحال من مره حاولت نقطعو ولكن ما قدرتش. في كل مره كنحيدو عاد ما كيزيد يوجعني راسي وكيعطيني الصداع. وهاد الصداع ما تحيدو لا دوليبران ولا اسبرو، والله ما كان شي جوان ستويمي تحيد ليك هاد الصداع. من مور هاد القطعات اللي كندير مره عاد ما كنزيد نرجع ليه، وعاد ما كنزيد نجهل عليه. نصيحه ليك اخويا باش ما توليش انت بحالي، هو انك تبعد على اي مصدر اللي تقدر تجيك منه ديك لونفي ديال انك تبغي تجرب، حيت مع النطره الاولى غتلقى راسك غارق في بير مظلم وما عندوش الحد. كتلقى راسك باللي مضيع صحتك، فلوسك وعمرك في واحد الحاجه اللي كنتي قادر انك تتفاداها من الاول. المهم اخوتي، يلا نغيروها من هنا، راه بانت لي مرات الدليمي جايه. يلا اخوتي قبل ما توصلها للوالده. مهم ملي كنرجع للدار كنلقى الباب ديما مسدود، واخا كنقول لهم خليوه غير مجرور، ولكن الوالده ديما كتزنقني وكتقول لي وإلا دخل علينا شي واحد للدار انت اللي تعتقنا في ديك الوقيته. كنقول لها راه الصباح هذا وراه الدرب عامر وكل شيء كيخلي بابه محلول، وما كاينش اللي غادي يقرب ليك ولا يدخل. ولكن والو، غير تنخرج كتسدو. المهم من بعد ما كندق كتطلع عليا من الشرجم وكتلوح ليا الساروت. مع الحلاد الباب كنلقاهم يلا حاطين الغدا. كنغسل يدي وكنمشي نتغدى، والوالده كتبدا تسلخ فيا بديك الهضره ديال شفتي ولد نعيمه راه توظف تبارك الله عليه، امتى تجي الوقيته اللي نشوفك ولدي حتى انت موظف وبالصالير ديالك. كنقول لها ان شاء الله امي راه ما يكون غير الخير، ربي كبير وما كيسد باب حتى كيحل البيبان. دابا خلينا نتغداو امي الله يرحمك الوالدين، وخلي هاد الهضره حتى مره اخرى. من مور الغدا كندخل لبيتي وكنفكر مزيان في الهضره اللي قالت لي الوالده، كنقول مع راسي واش بصح هذه الحياه اللي باغي نعيش. خوكم موجز، عندي اجازه في الايكونومي عامين هادي، دفعت لكاع الشركات د المغرب ولكن كلهم عندهم نفس الجواب،
واللي هو سير حتى نعيطوا ليك. المور هاد الاوفر ثينكين ما كنحسش بعيني حتى كيبداو يتسدوا، كنعس حتى كيود العصر. كنوض كنلبس حوايجي وكنهبط ديريكت للسونطر عند صاحبي معاذ. هاد صاحبي معاذ حتى هو عنده اجازه في القانون، ولكن هو قرر ياخذ طريق اخرى واللي هي يبيع الخضره في المارشي. خدمه اللي كتبان بسيطه لاي واحد، ولكن راه الا عرفتي كيفاش دير ليها غتقدر تدخل منها داكشي اللي ما غتدخلش في الوظيفه. المهم كنريح مع واحد ساعه بحال هكاك وكنمشي في حالي. وقبل ما نخرج كيقول لي بلاتي هكاك واحد الامانه. هاد معاد عارف حالتي وعارف بلي راني شومر، وديما فين ما كنجي عنده كيجمع ليا شي خضيره وشي ديسير في واحد الميكا وكيعطيهم ليا، ولكن انا ما كنبغيش نشدهم من عنده. ولكن هو كيبقى انسيستي عليا وكيقول لي شوف راك انت خويا وراه عارف حالتك كي دايره، وداكشي اللي كدوز منه راه دزت منه حتى انا. دابا هاك شد هاد البركه وبلا ما تزيد الهضره، ياك ما خاصك فلوس القهوه. كنقول ليه لا ما خاصنيش الله يحفظك. كيقول لي صافي سير الله تهلا. هاد معاد هذا بهاد لي جيست اللي كيدير معايا في كل مره كيخليني نزيد نعرف بلي راه كاينين ناس في هاد العالم ما عمرهم يخويو بيك، الناس اللي ما عمرني غنساهم النهار اللي غنوصل. المهم كنخرج من عنده وهاز في يدي ديك التقديه، كنت ديريكت للدار وكنرجع للقهوه نتفرج في شي ماتش الا كان بادي، ولا غير نريح انا وراسي كيف ما موالف كنريح كل نهار. ولكن هاد النهار لا هاد النهار ماشي كيف اي نهار. هاد النهار اللي هو 15 غشت 2015 ما عمرني غنسى هاد النهار. وهاد اللحظه اللي كنت كنتمنى الموت ولا نعيشها. هاد اللحظه فاش جا عندي واحد البروش صغير ولد الدرب اللي عندي القهوه وهو كيجري وكيلهت وكيقول لي يا وليد